شبكة أنصار آل محمد عليهم السلام تقدم. طيب الآن أوكي، عشان الواحد ياخذ استحياطه. الاستحياط واجب، الاستحياط واجب يا شباب، الاستحياط واجب. طيب خلينا نسمع الحلم الهندي هذا. حد يخرب مو من عنده. قال كنت بالغرفة وحدي وإذا شفت الباب انفتح دخل علي. بس رجاء شباب، اللي قلبه ضعيف، اللي عنده مشكلة بالقلب، إذا عياله جنبه ولا شيء قول لهم يقومون يلا، لأن الفيلم رعب شوية، حلم رعب، فيلم هندي رعب. الشخص مهيب مخيف، حتى الوديعة لا تخرب، لكن بيت الله الحج يخرب مو من عنده. قال كنت بالغرفة وحدي وإذا شفت الباب انفتح دخل علي شخص مهيب مخيف، شعر جسمه كالبسامير يخرج من فمه النار. اجت التفت لي قال لي تنين هذا، تنين هذا من افلام مش يسمونه هذا، افلام بروسلي القديمه. جهز لي الموت. من انت؟ قال لي انا ملك الموت. اريد اصيح بعد ما انت صوتي راح لجلس لساني، نعوذ بالله. اريد اقول يا اهل البيت تعالوا ساعدوني من ثم حتى اذا اجوا شوف، اريد اقول يا اهل البيت تعال ساعدوني، سمعت ايش قال؟ بغيت اقول يا اهل البيت تعال ساعدوني. يلا كمل روح. اكو واحد يقدر يساعده. ها؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم. في سورة الواقع يقول كل ما أريد أصيح. الزين فيهم يجيب آيات من القرآن ويلزقها، وين ما تطيح تطيح مو مشكلة، أي مكان تطيح المهم مو مشكلة، المهم آية وقالها. وما شاء الله والله رحنا للسيد اليوم صلوات على محمد وآل محمد، وكان يحكي كله بالقرآن يحكي اليوم ما شاء الله ما شاء الله. شفت كأنه مخلوق، أنا ما أقدر. إجاني هذا الأسود والتفت لي قال لي مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا. اجى سل روحي من ورا رقبتي، أخذ روحي بشكل جدا مؤذي. الأخ يقول للأخوة قال إذا ياخذون بيدهم مقص لحم الإنسان يقطعوه يثرموه وسطه لقد ما يتعدد بمقدار مالك قصاب. اجوا الهنود يبكون علي ينطبون سيد خادم الحسين مات. من يدري انا شنو حالي؟ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم. من يدري انا شنو حالي؟ سالوا جنازتي خلوني في التابوت نار كاني في تنور من النار. ترى هذا قاعد يسولف عن حلم الحين، الشاب اللطيف هذا قاعد يسولف عن حلم شافه. كمل. جابوني الى المغتسل، الغسال يصب علي ماي نار خلوني في أكفاني نار، خلوني في قبري نار، ملائكة جاية تعذبني قبل ما يجيني النكيران نكير ومنكر. وإذا فد مرة شفت ملائكة العذاب راحوا على جانب مؤدبين وقفوا. مرة واحدة ملائكة العذاب راحوا على جانب مؤدبين وقفوا، صاروا عجال راحوا على جنب. ليش؟ شو السالفة؟ شنو صار؟ شنو استجد موقف؟ منكر. وإذا فد مرة شفت ملائكة العذاب راحوا على جانب مؤدبين وقفوا. مؤدبين قالوا جاء أمير المؤمنين كرام الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الإمام عليه السلام هو يقول للحارث الهمداني قال له يا حار همدان من يموت يرني من مؤمن أو منافق قبلا قباله يشوفني. هذا طبعا هذا البيت القصيدة دائما يستدلون فيه على أن الأئمة يحضرون يعني الأموات، يحضرون الأموات الاثنى عشرية فقط. يستدلون عندهم هذا الدليل، أقوى دليل عندهم يا حارة همدان من يموت يرني، واللي ما يموت ما يشوفني يزعل علي. يلا كمل. كل يشوفوني. الفرق أنت المؤمن تقول له السلام عليك يا مولاي وإمامي يا أمير المؤمنين. المنافق الإمام يعطيه ظهره يقول له أنت ما تعرفني بالدنيا، روح على إمامك اللي تعرفه. خلاص يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يقول جاني أمير المؤمنين ملائكة احتراما لأمير المؤمنين شالوا العذاب. فد مرة شفت رسول الله الأئمة عليهم السلام كلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة كلهم وصلوا وحياكم الله تفضلوا قلطوا بالقهوة استريحوا صبوا لهم شاي وصلوا. أخذت أتوسل يا رسول الله سيدي أنا ابنك أنا من عندي يا رسول الله أنا ما بعد صبروا شوي، بعد صبروا شوي، ما بدأ الفيلم. صبروا بس لا تستعجلوا لحد الآن ما سمعتوا شيء. صبروا. ما كنت قاصد ترك الحج، أنا قصدي السنة الجاية أروح. أمير المؤمنين ملائكة احتراما لأمير المؤمنين شالوا العذاب. فد مرة شفت رسول الله الأئمة عليهم السلام كلهم شالوا. أخذت أتوسل يا رسول الله سيدي أنا ابنك أنا من عندي يا رسول الله أنا ما كنت قاصد ترك الحج، أنا قصدي السنة الجاية أروح، ما كنت قاصد عناد ترك الحج. رسول الله قال لي ماكو شيء، لأن هذا أنا أقول لكم قصته. هذول كانوا أخوان اثنين سادة مو مخططين.
اثنين سادة، واحد منهم قال أنا بروح الحج، والثاني قال أنا بروح الهند مجالس الحسين. فحين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعتب عليه، ليش ما رحت الحج؟ نسمع. أمر من الله، من مات تاركا للحج يموت ميتة اليهود والنصارى. آفاء عيل، شلون صاحبكم مات وما راح الحج؟ اسمع يا أبو عمر، اسمع يا شباب، سمعوا شلون صاحبهم مات وما راح الحج؟ مات ميتة يهود ونصارى. رسول الله قال لي ماكو شيء، لأن أمر من الله من مات تاركا للحج يموت ميتة اليهود والنصارى. أنت معذب. صح لسانك يا الفالي، صح لسانك يا الفالي، صح لسانك يا الفالي. شنو تقاصد النار ترك الحج؟ رسول الله قال لي ماكو شيء، لأن أمر من الله من مات تاركا للحج يموت ميتة اليهود والنصارى. حلو. أنت معذب. حلو. مشكلة. يقول التفت للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، توسلت فيه، عفوا يقول أول توسلت بالإمام أمير المؤمنين، الإمام عليه السلام قال لي أنا ما أقدر أساعدك إلا إذا صاحب الرسالة، إذا رسول الله صاحب الولاية العظمى هو يقدر يساعدك. يقول توسلت بالسيدة الزهراء، توسلت بالإمام الحسن، بالإمام الحسين استشفعوا عند رسول الله. النبي قال طريقة واحدة، وهو شنو الطريقة؟ شلون الطريقة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم راح يدور له طريقة يفك منها من موضوع الحج هذا، شلون يتخلص من موضوع الحج؟ هل نسمع النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجد الحل؟ وأن أنا أطلب من ولدي الإمام المهدي سلام، أن ولد المهدي رسول الله. النبي قال طريقة واحدة، وهو أن أنا أطلب من ولدي الإمام المهدي سلام، أن ولد المهدي هالسنة يحج نيابة عنك. أنت راح تبقى بالأغلال مقيد مصفد، تبقى مسجون، حتى ابن المهدي أنا أطلب من عنده، أنا جد رسول الله أأمره، أطلب من عنده هالسنة يحج نيابة عنك حتى الله يشيل عنك العذاب. انت ما عندك مشكلة اعمالك صالحة، ولكن انت تارك الحج. فيا اخي يا سيداك أنا لا يكون بصالح حج بداله، لا يكون بصالح، لا يكون فلان كلم الرسول صلى الله عليه وسلم راح بصالح حج بداله هناك، ومسكن بالطواف وزحمة لا والسكن هالسنة عاد السكن تعيس، اعتقد راح تأذى بالسكن بصالح، فعلا راح تأذى بالسكن. الله يعينه الله يعينه. يقول أصغر يقول للأكبر، قال له الآن أنا بعدي مصفد بالأغلال إلى أن الحج يخلص والإمام عليه السلام يصير نائب عني، يخلص الحج ذاك الوقت الله يشيل عني العذاب. إذا سيد بعمامته خادم رسول الله خادم الحسين ورايح لمجلس الحسين تاركا للحج مات هذا. والذي ترك الحج وراح إلى بانكوك شلون؟ هذا شرح. لا، في واحد ترك الحج وراح انجلترا. واحد ترك الحج وراح بريطانيا، شلون؟ ايش نسوي له احنا؟ تاركا للحج مات هذا. والذي ترك الحج وراح إلى بانكوك شلون؟ هذا شرحت الوضع هذا. بفكر انت يا عزيزي، حج بيت الله الحرام ما ينترك، الحج واجب. يمكن راح محرم مع الملكة إليزابيث، ايش درانا احنا؟